في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم في دورة الفقيه الصغير الثانية. في الدرس الذي مضى تكلمنا عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا بعد ذلك عن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا بعد رضاعه عن تكلمنا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل هذا تكلمنا عن وفاة أمه، ثم جده، ثم كفله من؟ كفله أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كبر النبي وعمل في رعي الغنم، ثم بعد هذا عمل في التجارة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة، واستمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا 3 سنين، ثم بعدها أمر أن يجهر بالدعوة. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بعد هذا في السنة 10 أو أخذ النبي على هذا 10 سنين يدعو الناس إلى الله تعالى، ثم عرج به إلى السماوات العلى في رحلة تسمى برحلة الإسراء والمعراج. فرض الله عليه الصلاة، ظل على هذا يصلي بمكة كم سنة؟ 3 سنين، ثم أمره الله بالهجرة إلى المدينة، فهاجر النبي إلى المدينة بعد أن قضى بمكة 13 سنة يدعو الناس إلى الله تعالى. لما هاجر النبي أخذ بالمدينة 10 سنين يدعو الناس إلى الله جل وعلا، ثم توفاه الله في ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في العام 11 في العام 11. هذه الأشياء تحفظ لأنها ستأتيك في الاختبار كاملة، لا بد من حفظها. فلو سألنا أحدكم عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، الاسم، قل يا عبد الحميد. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن من؟ ابن النضر. بعد فهر من؟ وبعد فهر من؟ مالك. بعده
بهذه الطريقة نرسف في الاختبار. من يعد الاسم كاملا؟ قل يا عبادة. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فار بن مالك بن نضر بن خزيمة بن كنانة. نسي شخص؟ نسي واحدا؟ نفس النظام. ابن نضر ابن كنانة. تعال يا عبادة. من يباري عبادة؟ من يباريه ويقف في مواجهته؟ من يحفظ الاسم كاملا؟ أقبل يا عبد الحميد. من ثالث؟ نريد ثالثا. أقبل. تعال أقبل. عبادة ستقول اسم وهو يقول الثاني، الثالث، الرابع، وأنتم تحكمون عليهما إن أخطأ. اتفقنا؟ ابدأ. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن النضر ابن خزيمة. صح؟ أنتم الحكام. ابن كنانة ابن خزيمة. عبد الحميد أخطأ وعبادة أخطأ. عبادة توقفت عند من؟ عند ابن كنانة. عند ابن كنانة. أخطأ في خزيمة. ابن خزيمة. ابن مدركة. أي نعم. ابن إلياس. ابن مضر. ابن نزار. ابن عدنان. ابن معد. ابن من؟ ابن عدنان. استويا في الخطأ؟ استويا. هذا أخطأ خطأ وهذا أخطأ خطأ. من يعد الاسم كاملا بغير خطأ؟ من؟ أقبل يا عبد الرحمن. من يباري عبد الرحمن؟ ادخلا. تعال أقبل. تعال. أسرع. اسمعوا واحكموا. هو من صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن النضر بن مرة بن كلاب. بعدها بن مرة. بن مرة. لا تستعجل صبرا. ما تنظر. ليس لك أن تنظر. توقفنا عنده. بن مرة. ابن مرة. ابن النضر. كعب. هذه مشكلة لما يكون هذا الجمع ولا يحفظ فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشكال. لهذا كان لابد من دراسة
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن نعرف اسمه حفظا. من يستطيع أن يذكر الاسم كاملا؟ أقبل يا عبد الله. قل. هو محمد بن عبد الله. هو محمد بن عبد صبرا الله. حتى يسمعوا. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن الياس فيه مدركة. بن مدركة. نعم. بن الياس من بعد إلياس؟ بن نضر. نعم. بن مضر بن نزار. نعم. بن معد. نعم. عدنان بن إسماعيل عليه السلام. عدنان ينتهي نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. قل يا محمود أنت مكانك. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ما تنظر، هذه أمانة. أو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. أنا ما أسمع. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا سؤال ثابت في الاختبار، نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسى. اتفقنا؟ بعد أن ذكرنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم ميلاد النبي كان في يوم الاثنين في شهر ربيع في عام الفيل. اليوم كان يوافق يوم الاثنين كان يوافق كم؟ اختلف فيه، قيل في الثاني، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وغير ذلك. اتفقنا. بإذن الله تعالى اليوم نتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تزوج النبي ب11 امرأة، ب11 امرأة. الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة من؟ بنت خويلد. وهذه المرأة واست النبي ووقفت بجواره كثيرا، حتى كان رسول الله يحفظ لها هذا الأمر، كان يكرمها ويجلها. بل إن جبريل عليه السلام في يوم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له بأن الله يقرئه السلام، ويقول له أقرئ خديجة السلام. يعني الله سبحانه وتعالى يرسل السلام لمن؟ لخديجة رضي الله عنها، ويبشرها ببيت في الجنة رضوان الله تعالى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة قبل البعثة ب15 سنة. كان عمر النبي عندها 25 سنة. ظلت مع النبي 25 سنة. كل أبنائه منها ما عدا إبراهيم.
سهل الكلام. لم يتزوج عليها إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها. السؤال الآن، خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت متزوجة قبل النبي؟ تزوجت قبله؟ نعم، تزوجت قبله، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة الثانية تزوجها النبي قبل موت خديجة ولا بعد موت خديجة؟ بعد موتها. تزوج سودة رضي الله عنها. النبي لما تزوج سودة كانت كبيرة السن، ولما تزوجها في العام العاشر من البعثة، في العام العاشر من البعثة. هذه الزوجة الثانية. الثالثة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، من؟ عائشة. الثالثة من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة النبي عقد عليها في العام العاشر هذا العقد، لكن دخل بها في السنة الأولى من الهجرة. يبقى الدخول كان متى؟ في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة عائشة لم يتزوج النبي بكرا غيرها. يعني إيه لم يتزوج بكرا غيرها؟ يعني المرأة الوحيدة من نساء النبي لم تتزوج قبله من؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة هذه لما تزوجها النبي كان جبريل يأتيه بصورتها في قطعة حرير: هذه زوجتك. فلما تزوجها بأمر من الله تعالى. خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. بعد من؟ بعد خديجة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أشرف النساء. أشرف النساء. هي التي حملت أغلب علم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أكثرت من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزوجة الرابعة هي أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة بنت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الأول أبو بكر تزوج ابنته. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته عائشة. صاحبه الثاني من؟ عمر. تزوج النبي ابنته حفصة. متى؟ على أو بعد 30 شهرا من الهجرة. كم شهر؟ 30 شهر. اتفقنا؟ الزوجة التي تليها وهي الخامسة زينب بنت خزيمة. زينب هذه كان يقال لها أم المساكين بسبب كثرة إنفاقها على الفقراء والمساكين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على رأس 31 شهرا. يعني كم؟ 31 شهر من الهجرة. يعني كم؟ سنتين وكم؟ 2 وكم؟ 7 أشهر بعد الهجرة. نأتي بعد ذلك لأم سلمة اسمها هند. أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي في السنة الرابعة. في السنة الرابعة. اكتبوها عندكم إن لم توجد. في
في السنة الرابعة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة. في السنة الخامسة تزوج النبي جويرية بنت الحارث. هذه ابنة ملك وابنة زعيم. كانت هناك غزوة تسمى غزوة بني المصطلق، انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أسروا عددا من بني المصطلق، كان منهم جويرية هذه، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها في السنة كم؟ لم أسمع. الخامسة. جويرية رضي الله عنها في السنة الخامسة. زينب بنت جحش، وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الثامنة، زينب بنت جحش. كذلك تزوجها النبي في السنة الخامسة، في السنة الخامسة. بقي عندنا كم من زوجات النبي؟ أم حبيبة رضي الله عنها، وميمونة، وصفية. أم حبيبة وميمونة وصفية. أم حبيبة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة. صفية رضي الله عنها، أنا تجاوزت من؟ تخطينا ميمونة، لأن ميمونة كانت آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. صفية تزوجها النبي بعد غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر. آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ميمونة بنت الحارث، وهذه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من ماذا؟ من الهجرة. اتفقنا على هذا؟ يبقى الزوجة الأولى خديجة رضي الله عنها، ثم سودة بنت زمعة، ثم عائشة رضي الله عنها، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، ثم أم سلمة واسمها هند، ثم جويرية بنت الحارث، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم حبيبة اسمها رملة، أخت من؟ أخت سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان. ثم صفية بنت حيي بن أخطب، وهذا حيي هذا كان رأس اليهود، يعني كبيرهم وزعيمهم. تزوج النبي صفية بعد فتح خيبر، ثم ختم النبي أزواجه بميمونة رضي الله عنها وأرضاها في العام السابع. ماريا هذه كما قال أهل العلم هذه سرية النبي، كانت جارية أهداها له المقوقس. المقوقس من أين؟ من مصر. يعني ماريا هذه مصرية رضوان الله تعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والمرأة الثانية التي ماتت في حياة النبي سيدة زينب من؟ زينب بنت خزيمة.
وبقي بعد وفاة النبي 9 نسوة. هذا باتفاق أهل العلم. الذي أريده منك أن تحفظ عدد النساء، الاسم، وسنة الزواج. لا أريد منك أكثر من هذا، وإحنا ما أكثرنا عليك، ما ذكرنا فضائل النساء وما شابه ذلك. لكن لابد وأن تعلم يقينا أن نساء النبي جميعا طاهرات عفيفات، لم تزن منهن امرأة قط. يعني بعض الناس يتهمون عائشة أنها زنت، حاشا وكلا. الله في القرآن أنزل براءتها. نحن نوقن بهذا، ولا بد أن نفهم هذا وأن ندافع عن أمهات المؤمنين زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا لكم أولاد النبي وقلنا رزق الله نبيه 7 من الأولاد، من الذكور 3: القاسم وعبد الله وإبراهيم، ومن البنات 4: زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. بقي معنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة. لابد وأن نعرف أولا من هو الصحابي؟ من الذي يسمى صحابي؟ من؟ قل. الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه. أبو جهل رأى النبي، وأبو لهب رأى النبي. من يسمى صحابي؟ تعريف كده ناقص. أبندر قل. الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. قل تفضل. المسلمين الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قريب. قل. المسلمين الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قل أنت. ها؟ الذين كانوا في عهد النبي. قل تفضل. الذين يصاحبون النبي. الذين يصاحبون النبي أو صاحب النبي. قل. الذين آمنوا بالرسول وصحبوه. طيب، هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا وهم مؤمنون. خلاص؟ رأوا النبي يعني لو كان رجل يعيش في مكان بعيد وآمن بالنبي في حياة النبي ولم يرى النبي، يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي. يبقى لابد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك من رأى النبي وكفر بالنبي. وأن يموت على ذلك، يعني يموت وهو مؤمن. نعم يا عبادة. نعم. انه يكون تعلم من النبي ويكون هو راوي من رواة الحديث عن النبي. لا يشترط هذا. لو أن رجلا جلس وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه أحاديث، هذا يسمى صحابي. لو رآه في مجلس، هذا صحابي طالما أنه آمن به ورآه. فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هم خير الناس بعد الأنبياء. سيدنا عبد الله بن مسعود قال كلمة طيبة، قال إن الله نظر في قلوب العباد. نظر في قلوب من؟ في قلوب العباد،
فوجد قلب محمد أطهر قلوب عباده فاصطفاه الله وابتعثه برسالته، هذا أطهر قلب. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي، وجد قلب من؟ قلوب الصحابة، فاختارهم الله لصحبة من؟ لصحبة نبيه. يبقى أنا وأنت ما ينفع أن احنا نكون صحابة، لأن في فارق بين قلوبنا وقلوب من؟ وقلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من بلغ الدين إلينا بعد النبي؟ من نقله؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لهذا لابد أن نحافظ على صحابة النبي، فهم خير الناس بعد الأنبياء. خير أصحاب نبي أصحاب من؟ أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا فقراء ومع هذا دافعوا عن الدين، خرجوا وجاهدوا وهاجروا وأوذوا وعذبوا وقتلوا في سبيل الله، ومع هذا ما ردهم هذا عن دينهم، فهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء. اتفقنا؟ يبقى خير الناس بعد الأنبياء من؟ صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. كما قلت لك إنما نهتم بالصحابة لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا. لكن لو قلنا بأن الصحابة مثلا كما يقول البعض الصحابة كذبوا، يبقى معنى هذا أن الدين الذي بين أيدينا نقله كذبة، وحاشا، هم أصدق الناس رضي الله تعالى عنهم. فالله اختار لنبيه أصحابه، عزروه، نصروه، آمنوا به، وأيدوه صلى الله عليه وسلم. أفضل الصحابة على درجات. المرتبة العليا أفضل الصحابة على الإطلاق معروف عندنا من أريد عندها صوت مرتفع، من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس، بذل كل شيء لدين الله تعالى، فله فضل عليك وعلي. بعد أبي بكر يأتي من؟ الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. من؟ الفاروق. الثالث في المرتبة بعد الفاروق من؟ لا، قلها وأنت مرتاح وصوتك مرتفع. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي تزوج من يذكرنا؟ تزوج من؟ رقية، وتزوج بمن؟ بأم كلثوم. الرابع في الترتيب علي رضي الله عنه وأرضاه. بقي سؤال تجيبون عنه. قال بعد هذا بقية العشرة من؟ الذين بشرهم النبي بالجنة. ممكن شخص يقول النبي بشر أكثر من 10، مثلا الذين شهدوا بدرا يزيدون على 300 وبشرهم النبي بالجنة، فلماذا 10؟ لأن النبي ذكرهم في حديث واحد: فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة. أريد أن أعرف بقية 10. ذكرنا 4، ذكرنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. بقية 10 معقول كل هذا الجمع ما يعرف بقية 10 الذين بشرهم النبي بالجنة؟ قل بشر. اترك هذا وخليك معي. ها، ما تحفظهم؟
قل ماشي، قل أسمع. لا اصبر يا عباد. لا اللي خلفك. أي قل. أي أنت طلحة فقط. من غير طلحة؟ من سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. طيب خلاص اسمعوني، حفظنا الأربعة صح؟ أذكر لكم بيتا من الشعر يقول إيه؟ أكرم بطلحة والزبير وسعدهم. ورايا، أكرم بطلحة والزبير وسعدهم. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى. ذي الديانة والتقى. يبقى من البداية الأربعة معروفين: أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضوان الله عليهم. بقي 6 قلناهم هم: أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى. بعد 10 يأتينا من؟ بعد 10 من شهد من الصحابة، من شهد بدرا من الصحابة، ثم من شهد أحد، من شهد أحد، ثم أصحاب بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400. ثم بقية الصحابة كلهم عدول. احفظ هذه الكلمة إلى أن تموت. كلهم عدول ثقات، كلهم عدول ثقات، هم من نقلوا لنا ديننا، نحن بغيرهم لا نساوي شيء، هم تاريخنا، هم الذين حافظوا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم عنهم: خير الناس قرني، هم الصحابة، ثم الذين يلونهم، هم مين؟ تابعين، ثم الذين يلونهم وهم من؟ تابعين. بعد هذا قال: لابد أن تعرف أن حبهم سنة والدعاء لهم قربة. حبهم سنة، أن تحبهم هذا من السنة، وأن تدعو لهم هذا قربة عند الله وحسنات. والدليل على هذا كما قال سعد بن أبي وقاص: الناس على 3 منازل، اللي هم أصحاب الفضل، السابقون الأولون اللي هم المهاجرين، وبعدها الذين تبوأوا الدار والإيمان اللي هم مين؟ الأنصار. بعدها والذين جاءوا من بعدهم، وظيفتهم إيه؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. فمن لا يدعو الله للصحابة يدخل في هذه الآية ولا لا يدخل؟ لا يدخل، بل يعد ممن غاضهم الصحابة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار
فالكفار هم الذين يغتاظون من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي، من سب أصحابي أي واحد منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، كلهم ساداتنا رضوان الله عليهم، ونبغض من يبغضهم. الذي يبغض الصحابة وجب عليك أن تبغضه وأن تكرهه. الذي يسب أم المؤمنين لا بد وأن تكرهه. الذي يسب أبا بكر لا بد وأن تكرهه، لأن النبي قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. أكررها: بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. الذي يبغض الصحابة إما كافر وإما منافق وإما فاجر ظالم طاغ، عياذا بالله من هذا الصنف من الناس. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من كتابنا الذي تحدثنا فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في النهاية فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله. اليقين ونرتقي قمم الفلاح، وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا.